اول ما الولد كان هيضغط على زرار التصوير، البنت اللي قدامه ما بقتش موجوده فجاه، الميدان بقى فاضي خالص. بص تاني على الكاميرا بتاعته، لقاها واقفه عند اخر الزحليقه، لكن كل مره كان يرفع عينه من الكاميرا ما كانتش موجوده، كأن ما ينفعش تتشاف غير من خلال عدسه الكاميرا. الولد بسرعه ضغط على زرار التصوير وخد لها صوره، بعدها بدأت تتحرك، فضل ماشي وراها بالكاميرا، كانوا بيمشوا واحد ورا التاني لحد ما وصلوا للنجيله. خد لها كذا صوره كمان، هي كانت مكمله مشي لقدام وهو كان بيصورها من ورا. بعد شويه قوس قزح اللي في السماء ما بقاش موجود، والبنت كمان مشيت من شاشه الكاميرا. الولد فضل يدور عليها في كل حته لكنها ما ظهرتش تاني، فضل يتمشى في كل الميدان لحد ما قوس قزح ظهر في السماء مره تانيه. بص على الكاميرا وفعلا لقاها هناك بتبتسم له. الولد ما خافش، بالعكس كان فضوله اكبر، فضل يتبعها من خلال العدسه لحد ما وصلوا عند النهر. كان يقف شويه ويمشي شويه وهو بياخد صور كتير لحد ما وصلت البنت لصخره بيضاء، نور قوس قزح واقع عليها. ضغط زرار التصوير، بعد الصوره دي لوحت له بايدها وبعدين مشيت. الولد حس بفراغ جواه، رفع عينه بعدها فشاف بنت تانيه واقفه على الشاطئ ماسكه ورد. لما حمض الصور حكى لها كل اللي حصل، فقالت له ان دي كانت اختها الصغيره. اختها كانت بتحب المكان ده جدا من وهي صغيره، لكن للاسف اتوفت من 4 سنين في نفس اليوم ده. وكل سنه في اليوم ده بيظهر قوس قزح هنا. اتكلموا مع بعض وسرعان ما بقوا اصحاب، وبعد شويه الصداقه اتحولت لحب. وفي نفس المكان اللي اتقابلوا فيه اول مره لبسها خاتم، وهي قالت يمكن اختها هي اللي جمعتهم ببعض.